Okay. المفروض كده ان الكل شايف الشير سكرين اللي اتعمل دلوقتي، والسيشن متسجل عادي جدا، السيشن مسجله الناس اللي بتسال. يلا. طيب احنا عارفين ان الانجليش مختلف تماما عن اي لانجوج ثانيه، يعني مش كلهم زي بعض من حيث البدايه اللي بنبدا بيها. يعني احنا عندنا مثلا في العربي لو جينا ركزنا عنه شويه هنلاقي ان العربي احنا بنستخدم اكتر من نوع في الجمله. الانجليش ما فيهوش اللخبطه دي كلها. احنا بنستخدم حاجه بسيطه قوي دايما ببدا بيها بالشخص اللي بيعمل الحاجه او اللي بيبدا بيها، ده دايما بسميه subject. يبقى اول حاجه هنبدا بيها هي السبجكت، وهبدا ان انا اشرح كل واحد فيهم وكل بارت فيهم بيتكلم عن ايه ومين هو بالتفصيل. احنا بس عايزين نعرف المين بوينت بتاعتها. بعد كده هبدا ان انا اشوف تاني رقم فيهم هو الفيرب، والفيرب هو الحاجه اللي انا بعملها او الحاجه اللي بتتعمل دلوقتي حالا، like play study، اي حاجه بعملها ده كده الفيرب. طيب نيجي لاخر حاجه وهو الاوبجكت، والاوبجكت ده الحاجه الثالثه اللي انا بعملها في ايدي. لك مثلا لو قلت I eat an apple، I ده السبجكت، بعد كده عندي eat دي الحاجه اللي بعملها، اخر حاجه عندي الاوبجكت هي ثالث حاجه ودي الحاجه اللي بتتعمل. فانا كده عندي هي دي السنتنس في الانجليش. تعالوا بقى نعرف كل واحد فيهم اصلا بيتكلم عن ايه. اول حاجه عندي السبجكت، نخلي بالنا ان كل واحد فيهم ليه انواع مختلفه تحتيه. يعني انا عندي السبجكت كذا نوع، الفيرب برضو كذا نوع، والاوبجكت نفس الكلام. فهنمسك واحد واحد منهم وحابين ان احنا نركز في ده. نيجي لاول واحد السبجكت. زي ما عرفنا من شويه ان السبجكت هو الحاجه او الشخص اللي بيقوم بالفيرب او الشخص اللي بيعمل الحاجه دي. طيب مين هو السبجكت او كام نوع؟ قال ده بيتقسم لثلاثه 3. اول واحد فيهم اسمه name، noun، pronoun. name، noun وpronoun. ايه الفرق ما بينهم؟ هنعرف دلوقتي. ناس كتير ممكن تقول لي طب ما هو النيم والناون زي بعض، احنا لو جينا ترجمناهم هنلاقيهم بنفس المعنى، بس في الانجليش الاثنين ما يدوش نفس المعنى خالص. ايه بقى الفرق ما بينهم؟ اول حاجه ان الفرق ما بين النيم والناون ان النيم دايما بتكون حاجه واحده بس، الحاجه دي موجود منها حاجه واحده بس. طيب بالنسبه للناون، لا الناون في منه حاجات كتير جدا. زي ايه مثلا؟ عندي النيم بيتقسم لثلاثه. قال لي ان النيم ده بيكون عباره عن ثلاث حاجات. اول حاجه names people، زي احمد، اميره، اسراء، عمر، ايمن، كل دول بقول عليهم names، كل دول بقول عليهم names. يبقى دي اول حاجه في النيمز اللي هي البيبل. طيب لان فعلا ما فيش منها حاجه واحده. انا دلوقتي لو قاعدين في وسط جروب اوف بيبل وندهت قلت person، انا هنا ما حددتش شخص معين، انا هنا قلت على اي حد. طيب لما اجي اقول احمد، لا انا كده حددت شخص معين، بحيث ان هو كده ما فيش غير احمد واحد اللي قاعد معانا، فعشان كده بقول على ده ان هو name. طيب عندي ايه تاني غير البيبل؟ قال لي تاني حاجه هتبقى موجوده countries. زي ايه مثلا؟ عندي ايجيبت، هو انا عندي مين ايجيبت؟ لا هي واحده بس، فالحاجه اللي في منها حاجه واحده بعتبرها ان هي من ضمن النيم مش من ضمن الناون. يبقى الفرق ما بين الاثنين ان النيم بتكون حاجه واحده بس. طب بالنسبه للناون، لا الناون بتكون اكتر من حاجه. طيب يبقى ده كده برضو الكونتريز من ضمنهم. اخر حاجه زي الكونتريز بالظبط وهي الفيموس بليسز. يبقى اول حاجه انا عندي النيم، قلت ان النيم بيتقسم لثلاثه: people، countries، famous places. people، countries، famous places. ايه الفرق ما بينهم؟ ان الثلاثه زيهم زي بعض بالظبط، بيعتبروا من ضمن النيمز اللي هي بتكون حاجه واحده بس. طيب نيجي بعد كده للناونز. انا قلت من شويه ان الناونز عباره عن ان هي حاجات كتير قوي، زي مثلا chair. هو التشير بيكون في منه حاجه واحده ولا حاجات كتير؟ لا في منه chairs. طيب يبقى ده كده noun. طب الفون، pen، marker، كل الحاجات دي في منهم حاجات كتير. طيب لو جينا قلنا sun،
sun moon، دول في منهم حاجه واحده ولا هم حاجات كتير؟ دي في منها حاجه واحده بس. طيب طالما هي حاجه واحده تبقى name ولا noun؟ قلنا هتبقى name لان هي حاجه واحده، يبقى الحاجه اللي مفيش منها غير حاجه واحده بس بعتبرها من ضمن النيم. ونركز ان ما ينفعش اجمع النيمز لكن بجمع الناونز، لان قلت ان النيم هي حاجه واحده فطبيعي مش هينفع تتجمع. انما الناونز لا، ممكن اقول pen pens chair chairs and so on. طيب الناونز عندي زي ايه؟ عندي فيهم حاجات كتير. اول حاجه مهمه عندي هي things. يعني ايه things؟ يعني اي حاجه حواليا، الحاجات اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، زي مثلا pen chair door window button، كل الحاجات دي بقول عليها things. طيب عندي ايه تاني؟ قال لي تاني حاجه عندي موجوده هي الانيمالز، زي cat dog elephant، برضو دول من ضمن الناونز لان في منهم كتير. انا مش عندي كات واحده ولا دوج واحد، لا عندي في منهم كتير واقدر ان انا اجمعهم. فطالما اقدر ان انا اجمعهم ففي الحاله دي هو noun. اخر حاجه موجوده هي الجوبز. زي ايه الجوبز؟ زي التيتشر. هو احنا بيكون عندنا تيتشر واحد ولا تيتشرز كتير؟ في منهم كتير، زي الدكتور plumber، كل الحاجات دي في منهم كتير. فطالما اي حاجه موجود منها كتير تعتبر من ضمن الناونز. تاني نعيد على اللي احنا قلناه، احنا كل ده كنا بنتكلم في السبجكت. مين هو السبجكت؟ هو الشخص اللي بيقوم بالفيرب او الشخص اللي بيعمل الحاجه. وعندي بتقسم لحاجات كتير قوي، هم 3. عندي names nouns وpronouns. names nouns pronouns. ايه الفرق ما بين النيم والناون عشان الناس اللي لسه بتتلخبط ما بينهم؟ اول حاجه عندي النيم. النيم لما باجي اتكلم عنه بعرف ان هو بيكون حاجه واحده بس، في نفس الوقت مش بينفع ان انا اجمعه. طب عندي الناونز، قال لي الناونز في منهم حاجات كتير جدا، زي مثلا chair عندي منه كتير، البان عندي منه كتير، فدي بعتبرها من ضمن الناونز. طيب النيمز زي ايه؟ قال لي عندي منهم 3. اول حاجه people countries famous places. نيجي بعد كده للناونز، قال لي برضه 3. عندي things animals and jobs. ده كده بالنسبه للنيمز and nouns. طيب نيجي بعد كده لثالث نوع وهو البروناونز. والنوع ده مهم جدا وهو تقريبا الدارج او اللي بيستخدموه اكتر بره. ايه هو بقى البروناونز؟ قال لي دي شويه كلمات بستخدمها علشان اقدر اعبر عن باقي النيمز والناونز. دلوقتي احنا قاعدين في مكان ومعانا ناس كتير قوي، فانا شايفه احمد مثلا قاعد واميره موجوده، فانا بدل ما هقعد استخدم احمد كتير وهقعد استخدم اميره كتير، لا هستخدم مكانهم هي وشي. يبقى انا بستخدمهم ليه؟ عشان الناس اللي قاعده عارفين احنا بنتكلم عن مين، في نفس الوقت ما اقعدش اكرر النيم كتير. طيب مبدئيا انا لما باجي بتكلم دايما عن نفسي بقول I. لما اجي هتكلم عن نفسي هقول I، مش هقول مريم، لان انا بكلم الناس اللي قدامي فبقول لهم I. طيب بعد كده عندي لو عايزه اتكلم عن احمد هقول هي، اتكلم عن عمر هقول هي. طيب عايزه اتكلم عن اميره هقول عليها شي، اتكلم عن مريم هقول عليها شي، any girl هقول عليها شي، بس لازم تكون حاجه واحده بس او شخص واحد بس. طيب بعد كده عندي at. طيب احنا الدارج عندنا او اللي سمعناه كتير ان دايما at بستخدمها لغير العاقل. هل ده صح ولا غلط؟ يعني ده اللي احنا سمعناه كتير قبل كده. طيب هو مش لغير العقل بس، امال انا بستخدمه مع مين؟ قال لي ات بستخدمه 3 مرات مع 3 حاجات مختلفه عن بعض. امتى بستخدم ات؟ والنقطه دي البوينت دي مهمه لازم ان احنا نركز فيها قوي. بستخدم ات ليه؟ قال لي بستخدم ات مره مع things. ايه هي things؟ قلنا الحاجات اللي حوالينا اللي ما بتتحركش، door window table book notebook، كل الحاجات دي بقول عليها things. تاني حاجه بستخدمها معاهم وهي الانيمالز. كلمة غير عاقل معناها إن الحاجة دي مش بتتحرك، ما بتتحركش خالص، فما ينفعش إن أنا أدرك كلمة الأنيمالز لغير العاقل. هما الأنيمالز عندهم عقل بس مش بيفكروا زي البني آدمين، فمش هينفع عندنا أدرك تحتيها كلمة غير العاقل. ده الفرق ما بينه وما بين البشر. يبقى ده كده أول بوينت عندي. يبقى أنا بستخدم at مع things وبستخدمها مع الأنيمالز. طيب هل ممكن أستخدمها مع حد تاني؟ آخر حاجة بستخدمها مع الأشخاص. هو ده صح؟ صح. ايه هي الحاله اللي ممكن استخدم بيها ات مع الاشخاص؟ ودي تقريبا جديده علينا واول مره نسمعها. دايما بنسمع في الموفيز او السونجز واحنا بنسمعهم بنلاقي ان هو بيقول على شخص اتس احمد او ذيس از احمد. ليه بيستخدم هنا اتس؟ ليه بيستخدم ات مع احمد؟
في الحاله دي بيكون الشخص غير مجهول، او الشخص بالنسبه لي مجهول، انا ما اعرفوش. يعني دلوقتي احنا قاعدين فحد خبط علينا، احنا تلقائي بنقول مين على الباب، انا ولا حددت مين دي ولا مين ده. في الحاله دي بالنسبه لي الشخص ده مجهول وانا ما اعرفوش. ففي حاله ان انا ما اعرفش الشخص ده مين، بقول دايما at. لما انا بسال مثلا هقول who is it. طب طالما انا سالت who is it، يبقى انا هنا قصدي على مين؟ قصدي على شخص، الشخص ده هو انا ما اعرفوش، هو واقف بره. برضه لما باجي اتكلم في التليفون ورقم غريب رن عليا، فانا مجرد ما ارد هقول who is it، هو مين معايا؟ هي في نفس الفكره، انا هنا ما اعرفوش، ولا هو he ولا هو she. فده الديفرنس بين them. يبقى انا بستخدم at امتى؟ نركز بقى في الحته دي نكتبهم تحتيها عشان تبقى مهمه بالنسبه لنا. يبقى انا بستخدم at 3 times. اول واحده things. طيب وقلنا ان things زي ايه؟ door, table, phone, anything of this. بعد كده عندي الانيمالز، واخر حاجه عندي خالص البيبل. وقلنا في الحاله دي لما يكون الشخص مجهول بالنسبه لي وانا ما اعرفوش زي هو ذات. طيب نرجع نكمل. بعد كده عندي يو. يو هنقف عندها شويه لان هي مهمه. دايما الناس بتسال هو يو انا بستخدمها امتى، مع حد واحد ولا ناس كتير؟ دايما بسمع ان ممكن استخدمها مع شخص واحد قدامي لو انا بكلمه. يبقى اهم حاجه هنا لازم نركز عليها ان انا اللي بتكلم في البوينت دي، يعني انا اللي بوجه الكلام للشخص اللي قدامي، انا بقول له هنا يو. يبقى انا لما بتكلم مع حد قدامي اهم حاجه الكلام رايح مني ليه، بقول له يو. هل برضو ممكن استخدمها مع ناس كتير؟ يبقى انا بستخدم هنا يو مع حاجتين، بستخدمها مره مع السنجولر او مع البلورال. يعني ايه singular؟ يعني ايه plural؟ singular معناها شخص واحد او حاجه واحده، انما كلمه plural معناها حاجات كتير او اشخاص كتير. يبقى ده كده كلمه singular وبلورال. singular plural. طيب يبقى انا كده قلت النيو بستخدمها مرتين. المره الاولانيه بستخدمها مع السنجولر لو بكلم حد واحد بس قدامي، ونركز ان انا لازم الكلام يكون مني للشخص اللي قدامي. تاني حاجه بستخدمها مع البلورال لو انا بكلمكم كلكم هقول لكم برده يو. طيب في حد هيقول لي هو انا ممكن استخدم معاها حاجه prefer للجمع؟ لا، كلمه يو دايما بتعامل معامله الكتير، بتعامل معامله البلورال، مع ان انا ممكن في كلامي اقصد بيها شخص واحد، لان هم ما عندهمش التعدد في الكلمات زي عندنا. احنا عندنا بنستخدمها انتم، انتن، انتما، حاجات كتير قوي لفعل واحد. لا، احنا هنا بنستخدم pronoun واحد وهو يو، ده بعبر عنه اهم حاجه اللي هو للشخص اللي قدامي او الاشخاص اللي قدامي. ففي الحالتين and any case of them بستخدم معاهم كلمه يو. طيب يبقى قلنا قبل كده ان كلمه singular معناها شخص واحد او حاجه واحده، انما كلمه plural بتكون اشخاص كتير او حاجات كتير. ننقل على النقطه اللي بعدها وعندي we. احنا كلنا مع بعض هقول علينا we. طيب دلوقتي عايزه اقول مثلا I and my brother، برضه we لان انا بتكلم علينا احنا الاثنين، يبقى we كلنا مع بعض، انا بتكلم علينا كلنا. طيب عندي بعد كده they، ده بقى الفرق ما بينهم. لا، they عايزه جروب انا مش معاهم، جروب اوف بيبل وانا براهم، انا اصلا مش موجوده مع الجروب ده. فزيكم كلكم كده انا بره الجروب بقول عليكم they. يبقى ده الفرق ما بين we و they. we جروب انا معاهم، طيب they جروب انا مش معاهم، انا بره الجروب ده. ده كده بالنسبه للبروناونز. فهنيجي نعمل ريكاب سريع جدا على السبجكت عشان ما نتوهش. يبقى اول حاجه انا قلت how to make a sentence لازم ابدا three things: subject, verb, object. مين هو السبجكت؟ قلت ان هو الشخص اللي بيقوم بالفيرب او الشخص اللي بيعمل الحاجه. عندي هو three types of them. اول واحد name, noun, pronoun. انا عندي الثلاثه name والnoun والpronoun. بالنسبه للنيمز قلت ان هي بتكون حاجه واحده بس، مفيش منها حاجات كتير او مش مكرره، مش زي الناونز، وما ينفعش ان انا اجمع النيم لان النيم بيكون حاجه واحده. نيجي للناونز، الناونز زي chair, pen، حاجات في منها حاجات كتير قوي حوالينا. بعد كده اخر حاجه البروناونز، وقلت ان انا البروناونز بستخدمها ليه؟ بستخدمها عشان بدل ما اقعد اقرر الاسم كتير بستخدمها توفير الوقت، او هم بيستخدموها بناء على ان فاهمين بعض. يعني احنا قاعدين مع بعض، احمد مثلا مش موجود وخرج وانا عايزه اتكلم عنه وبتكلم عنه، بدل ما اقول احمد كتير لا هقول هي، بدل ما اتكلم عن اميره هقول شي.
فهي دي البروناونز اللي احنا بنستخدمها، بدل ما نقعد نذكر نيمز كتير بستخدم البروناونز. اوكي، لما اجي اتكلم عن نفسي بستخدم I. هتكلم عن احمد او عمر او ايا كان لازم يكون boy، هقول he. بعد كده هتكلم عن girl هقول she. هتكلم عن at بستخدم معاها، هي بدايل ل3 حاجات، things والانيمالز، ودول الكومن قوي او اللي بنستخدمهم فعلا كتير. واخر حاجه بستخدمها مع البيبل. بستخدمها مع البيبل امتى؟ لما بيكون الشخص مجهول بالنسبه لي وانا لسه ما اعرفوش. كمان بستخدمها مع البيبيز، بستخدمها مع البيبيز لان لسه برضو ما حددتش نوعهم ايه. لو واحده ماشيه في الشارع ومعاها الطفل بتاعها وهي لفاه فانا مش شايفه نوعه هو جيرل اور بوي، فانا بستخدم في الحاله دي برضو ات لان هو بالنسبه لي لسه مجهول. طيب بعد كده عندي يو، وقلت اليو بستخدمها مرتين، بستخدمها مره مع سنجولر لما بيكون شخص واحد او حاجه واحده، وعندي البلورال لما بيكون اشخاص كتير او حاجات كتير. يبقى كده سنجولر بلورال سنجولر بلورال. يبقى يو بستخدمه مرتين، بس اهم حاجه ان الكلام يكون رايح مني للشخص اللي قدامي، هو الكلام جاي مني للي قدامي، انا بكلمه هو او بوجه له الكلام. طيب بعد كده عندي وي بنكون كلنا مع بعض، انا بتكلم علينا I and my brother I and my sister، لازم يكون انا وشخص تاني معايا او اشخاص كتير معايا، احنا كده كلنا بقول علينا وي. طب they لا، group of people انا مش معاهم، ده الفرق ما بين we و they. الاثنين we او they we group انا معاهم، طب they لا group انا مش معاهم او انا براهم. ده كده كل حاجه عن السبجكت. نيجي بعد كده نشرح تاني حاجه فيهم. طبعا لما باجي اختار عشان اعمل سنتنس ببدا بواحد فيهم، يا اما نيم يا اما ناون يا اما بروناون as you like. وهنبدا ان احنا نتعلم بعدين ازاي نحطها في سنتنس، وهنحطهم مع بعض وهنعملهم كمان نيجاتيف. تاني حاجه هنتكلم عنها هي الفيرب. الفيرب احنا كنا عارفين ان دايما بنستخدم الفيرب على حسب ما انا عايزه اتكلم بيه، بس ما كناش نعرف ان هو نوعين. الفيرب دايما بيبقى two kinds او نوعين منهم، كل واحد فيهم ليه استخدامات معينه. يعني لما باجي اتكلم عن الفيرب بقول عنه هو main verb و helping verb. طيب بالنسبه للمين فيرب ده بيكون حاجات انا دايما بعملها اللي هي الاكشن فيربس، ما نقدرش ان انا استغنى عنه. نكتب النوعين بتوعهم main verb helping verb. طيب خلينا في الاول في المين فيرب. ايه الفرق ما بين المين فيرب والهيلبنج فيرب؟ لو جينا ركزنا في المينينج بتاعهم هنلاقي ان دايما المين فيرب بيكون كامل لوحده، يعني هو لو جه في السنتنس معنى الجمله نفسه اتفهم. يعني انا مش محتاجه احط object. يعني مثلا لما اجي اقول I play football، I play بس I play، المفروض ان التو سنتنسز اتفهموا، يعني انا فهمت الاثنين. الثانيه انا فهمتها من غير اي اضافات ليها، انا قلت I play مش محتاج ان انا اكمل بقيه السنتنس تاني. طب بالنسبه ل I play football، لا I play football انا سكت عندها، انا كملت بس انا ما كنتش محتاج اعرف انت بتلعب ايه بالظبط. يبقى ده المين فيرب. المين فيرب لما بيتحط في السنتنس مش محتاج ان انا اجيب له حاجه تاني عشان تكمل بقيه معناه، هو لوحده معناه كامل او انا اتفهم من ساعتها. زي I play انا هنا فهمت الجمله عادي وكملتها للاخر وقلت I play بس عرفت انت بتعمل ايه بالظبط. لكن لما جيت قلت I play football انا كده عرفت انت بتعمل ايه وزودت لي معلومه على المعلومه اللي كانت عندي. فده الفرق ما بينهم. اللي اقصده هنا ان مش مهم ان انا احط object مع المين فيرب، مش اساسي، الا طبعا في افعال معينه هنعرفها بعدين. طيب ايه هو الهيلبنج فيرب؟ دايما الهيلبنج فيرب بيكون لازم اكمل معاه حاجات ثانيه. بمعنى انا لو جيت هنا قلت مثلا I have أو قلت he is. طيب يعني إيه؟ يعني أنا قلت I have وسكت، أيوه أنت معاك إيه؟ إيه الحاجة اللي معاك؟ وقلت he is، أيوه هو ماله؟ أنا هنا ما كملتش. مين بقى هنا الهيلبنج فيرب؟ سواء have أو سواء is، أنا كده حطيت الاثنين، بس الاثنين معناهم مش كامل. معنى كده إن لازم حاجة تاني تكمل معناه، عشان كده هو اسمه helping verb، جاية من كلمة help، محتاج حاجات تانية تساعده أو تكمل بقية معناه. يبقى ايه الفرق ما بين المين فيرب والهيلبنج فيرب؟ ان المين فيرب دايما معناه كامل، انا بحط الفيرب بس المعنى بتاعه كامل. طيب بالنسبه للهيلبنج فيرب لا، لازم حاجه تاني تيجي وراه عشان تكمل بقيه معناه. هنمسك واحده واحده فيهم، نيجي بس للمين فيرب الاول.
بالنسبه للمين فيرب قلت ان احنا دايما بنحط جنبها حاجه اسمها اكشن فيربس. يعني ايه اكشن فيربس؟ اكشن فيربس من كلمه اكشن، احنا عارفين بنتفرج دايما على الموفيز بتكون اكشن موفيز. ليه بنقول عليها اكشن؟ لان بيبقى فيها حركات كتير، فيها اكشنز كتير وفيها موفمنتس كتير. فكلمه اكشن دي معناها ان الحاجه فيها حركه جامده جدا. فعشان كده لما بنيجي نستخدم المين فيرب دايما بربطه باي حاجه انا حابب ان اعملها. ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها؟ عندي مثلا play زي run، عندي study، عندي walk، عندي stop، عندي stand. يبقى انا كل دول مع بعض عباره عن action verbs او main verbs. بستخدمهم ليه؟ بستخدمهم عشان اعبر عن حاجه مهمه او حاجه انا بعملها. فنخلي بالنا من النقطه دي تاني عشان النقطه دي مهمه جدا، ولو اتفهمت يبقى احنا كده حلينا كل المشاكل اللي تحت. يبقى انا عندي ان المين فيرب ما ينفعش اشيله من السنتنس، دي اول حاجه. يعني انا ما ينفعش اقول I football. هل ينفع اشيل play من السنتنس؟ لا، ما ينفعش اشيلها، لان كده معنى مفيش سنتنس اصلا بدون المين فيرب او بدون الفيرب عموما السنتنس مش موجوده. يبقى انا اهم ركنين عندي هما السبجكت والفيرب. Just give me a second. اوكي نكمل تاني. يبقى ده الفرق ما بين المين فيرب والهيلبنج فيرب. يبقى ايه الفرق ما بين الاثنين؟ كمان مره اخر مره هنقولها بس نركز فيها. المين فيرب دايما بتكون حاجه كامله بمعناها، انا مجرد ما رميتها. يعني انا لما اجي اقول لك اي ستدي وسكت، هل انا محتاجه اقول لك انا بذاكر ايه؟ لا، طالما انت ما سالتش انا مش هقول، لان انا بقول اي ستدي. انت مثلا سالتني بتعملي ايه فهقول اي ستدي، اي بلاي، اي ران. انا مش محتاجه اكمل بقيه الجمله عشان انت تفهم معناها. طب لو كملت معناها خلاص انت كده زودت لي معلومه عندي لكن ما نقصتش حاجه من الجمله. انما نيجي عند الهيلبنج فيرب، في الهيلبنج فيرب لا، انت محتاج تكمل بقيه الجمله. يعني انا لما قلت هي از، مين الهيلبنج فيرب هنا؟ اللي هو از. طب انا ليه محتاجه اكمل؟ لان هو هنا معناها مش كامل. انت قلت لي هو وسكت، هو يكون وسكت، فين باقي السنتنس؟ مش موجوده. يبقى ده الفرق ما بين المين فيرب والهيلبنج فيرب. حلو، انا اربط ما بينهم ازاي؟ انا لو عايز اعمل جمله في دماغي بتوصف نفسي، لا هنا مش هنبعد خالص عن المين فيرب، لان انا قلت ان المين فيرب عباره عن اكشن فيربس. يعني ايه اكشن؟ اي حاجه فيها حركه في دماغي دايما بربطها بالمين فيرب. play، run، walk، stop، sleep، eat، drink. كل اللي انا قلته ده عباره عن مين فيرب، يعني اي حاجه فيها حركه في الدنيا. معنى كده ان انا طول اليوم بتاعي هتكلم عن المين فيرب. انت مش هتستخدم حاجه غير المين فيرب، لان انت معظم الحاجات اللي بتعملها في يومك هي حاجات فيها حركه. فاي حاجه فيها حركه بستخدم معاها المين فيرب. طيب انا لو عايز اعمل سنتنس، قبل بس ما نخش على ازاي نعمل سنتنس عايزين نوضح حاجه صغيره قوي. قال لي في حاجه هنا في المين فيرب، بما اننا بنتكلم عن البريزنت سمبل او بنتكلم في الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي او البيريد اللي احنا عايشينها. يعني انا مش بتكلم في حاجه عدت ولا حاجه لسه هتيجي، انا بتكلم في البيريد اللي احنا قاعدين فيها او الفتره اللي احنا عايشينها دلوقتي. فانا هنا هستخدم ايه؟ قال لي في الحاله دي في تركية صغيره قوي دي بتوقع المعظم او بتخلي فيه جاب ناقصه في التوبيك انا مش فاهماه. قال لي ان دايما بحدد السنجولر، او لما بيجي شخص واحد في السنتنس لازم اميزه بحاجه. قال لي دايما هي وشي وات واي حاجه ريليتد بيهم لازم تكون مميزه. يعني ايه؟ مش فاهمه. المفروض ان انا لما بقول I play she run، لا هنا مش هقول she run، هنا هقول she runs. يبقى انا بعمل ايه؟ دايما مع هي وشي وات واي حاجه ريليتد بيهم. يعني ايه اي حاجه ريليتد بيهم؟ يعني انا مثلا بقول هي، هو انا هي ممكن اعوض عنه بايه؟ باحمد. طيب حلو، عايزه مثلا اتكلم عن اميره هعوض عنها بشي. عايزه اتكلم عن animal cat او dog هعوض عنهم بات. طيب بما اننا في نقطه الهي والشي مع الانيمالز، خلينا نرجع بس لحاجه صغيره ورا. لما جيت قلت ان السبجكت 3 انواع names nouns pronouns، جيت عند البروناونز وقلت حاجه صغيره قوي. لما جيت قلت ان ات بستخدمها 3 مرات، بستخدمها مع الانيمالز وبستخدمها مع البيبل وبستخدمها مع الثينجز. نيجي عند الانيمالز، هل انا ممكن استخدم هي وشي اللي هم اصلا بيستخدموا مع البيبل؟ هل ممكن استخدمهم مع الانيمالز؟ Yes or no؟
كبديهي او اللي احنا اتعلمناه ان المعظم هيقول لا ما ينفعش ان انا استخدم معاهم هي وشي، او المعظم التاني هيقول ينفع نستخدم معاهم هي وشي. هي بالفعل صح. امتى استخدم مع الانيمالز مع الكات والدوج هي وشي؟ هقول لكم مثال صغير قوي هتفهموا بيه اللي انا بتكلم عنه ده. احنا دلوقتي لو ماشيين في الشارع ولقينا قطه، انا بقول عليها قطه وكلب عادي جدا، سوري في اللفظ، فلما باجي اسميهم مسميات انا ما اعرفهمش. يعني الكات والدوج اللي في الشارع دول انا ما اعرفهمش، هم اي كات ودوج عادي فبقول عليهم كات ودوج. طيب انا لو جيت اتكلمت عن القطه بتاعتي او الكلب بتاعي هقول عليهم ايه؟ في الحاله دي هقول لهم هي وشي. ابسط مثال في حياتنا الواقعيه اللي احنا بنحصل فعلا، احنا لو نازلين نجيب للقطه او الدوج اكل من الشارع دايما بسال هجيب له او اجيب لها. انا ولا بقول هجيب لي ده ولا هجيب لي دي. معنى كده ان انت ميزته بحاجه، ميزته ان هو شخص من العيله او فرد من العيله وكمان مديله اسم. يعني احنا دلوقتي في معظم البيوت دايما او ما كانش كلهم مسميين الانيمالز باسامي بني ادمين. معنى كده ان انا اديته اسم، طالما اديته اسم يبقى انا بعتبره فرد من العيله او بعتبره بني ادم. ففي حاله ان انا اعتبر الانيمالز من البني ادمين واديهم اسم، في الحاله دي ممكن استخدم معاهم هي وشي. حتى برضو هل في نظركم الحاجه واحنا دايما بنتفرج على الموفيز هلاقيهم دايما هم بيكرروا كلمه هي وشي مع الانيمالز كتير قوي، ما بيستخدموش ات ولا كات ودوج، لا بيستخدموا هي وشي. ده ليه؟ لان هم دايما بره بيعاملوهم المعامله دي زي ما احنا بنعاملهم بالظبط، ان هم فرد من العيله ومدينهم اسم وكل حاجه. يبقى انا كنت بتكلم في نقطه ات. هل انا ممكن استخدم هي وشي مع الانيمالز؟ صح، ينفع في حاله واحده لو كانت انا مديله اسم ومربيه عندي، هو بتاعي اصلا، هو خاص بيا. ده الفرق لما اقول لك ايه القط بتاعك او القط بتاع الشارع، عشان كده مديلهم مسميات. فالقط بتاعي اقول عليه هي وشي عادي، انما لو اي قط تاني هقول عليه ات. يبقى طالما ما اعرفوش هستخدم معاه ات لان برضه بالنسبه لي مجهول، هنرجع لنقطه المجهول. طيب لو انا عارفه ومديله اسم، لا ما هو بتاعي فهستخدم معاه هي وشي لان انا بعتبره فرد من العيله. اتمنى تكون النقطه دي وصلت. نرجع بقى للنقطه بتاعتنا تاني، المين فيرب والاكشن فيربس. انا لو عايز اعمل اي سنتنس هبدا دايما بمين؟ بالسبجكت. انا دلوقتي هستخدم المين فيرب. انا قلت ان السبجكت 3 انواع، هستخدم منهم المفروض نوع واحد عشان اعمل السنتنس بتاعتي، وليكن مثلا اي. حلو. جات لي جمله في دماغي ان انا عايز اعمل سنتنس بعمل حاجه، يعني عايزه اقول سنتنس ان انا بادي حركه او بعمل حاجه فيها حركه، وليكن مثلا run. فهقول I وهستخدم المين فيرب. نخلي بالنا من النقطة، دايما المعظم بيستخدم I am run. لا هقول لكم على حاجة، دايما نفصل I عن am. I ملهاش علاقة ب am غير في حالات معينة. تاني يعني أنا ما ينفعش أقول I am run، لا لا لا. كلمة am هنا helping verb لسه هنتكلم عنها كمان شوية، فنركز في النقطة دي. يبقى أنا ما ينفعش أقول I am run. مفيش أي حاجة هتفصل ما بين المين فيرب والسبجكت. تاني مفيش حاجه هتفصل عن المين فيرب والسبجكت. يعني انا السبجكت ببدا بيه start with the subject، بعد كده هبدا بمين؟ بالفيرب. وانا قلت ان الفيرب عندي نوعين، لو حاجه بعمل فيها حركه او بادي حركه او بادي فعل في الحاجه دي هستخدم المين فيرب اللي هو اول نوع اللي احنا قلنا اسمه action verbs: play, run, study, walk, go, stop, stand up, sit down، ايا كان من دول. طيب ده كده بالنسبه للمين فيرب. طب الهيلبنج فيرب ليه استخدامات ثانيه هنتكلم عنها لما ننزل تحت. ده كده بالنسبه لمين؟ ده كده بالنسبه للمين فيرب. يبقى المين فيرب مفيش حاجه بتفصل عنه ما بينه وبين السبجكت. يعني انا بقول I study, I play, I run, I go, they walk. مفيش حاجه هتفصل ما بينهم، لازم يكونوا لازقين في بعض. دي اول نقطه. يبقى انا لو عايزه اعمل سنتنس هستخدم دول الاول. طيب استخدم مثلا they. طب ده they عايزه اقول مثلا they walk، فهستخدم they وهستخدم بعديها verb walk. طيب ادي they وهقول they walk. يبقى انا كده استخدمت، عملت سنتنس كده. سنتنس بالنسبه لي خلصت. لو قلت لكم المين فيرب كامل بمعناه، مش محتاجه احط اي حاجه تاني بعديه، هو كامل انا كده كملته. they walk. طيب نيجي بقى النقطه المهمه اللي انا لسه متكلمه عنها شويه. ايه هي النقطه دي؟ لما جيت قلت لكم ان انا بميز الهي والشي وات بحاجه، بميزهم بايه؟ قال لي بميزهم ان انا بضيف للفيرب او بضيف للمين فيرب الاساسي 3 حاجات، يا اما اس يا اما اي اس يا اما اي اي اس. تاني مع هي وشي وات او اي حاجه من الاخر سنجولر، اي حاجه شخص واحد، احمد، عمر، بان، بانسل، اي حاجه تكون شخص واحد بس او حاجه واحده سنجولر هستخدم معاها ايه؟ قال لي هزود اس للفيرب. يعني انا مثلا لو عايزه اقول شي
وعايزه اقول run تجري مثلا she run، هتبقى she run بس؟ لا، احنا قلنا قبل كده ان دايما هي وشي وات او اي حاجه related بيهم. يعني انا لو شلت شي وحطيت مكانها اميره بقت اميره runs، في الحاله دي هزود اس للفيرب، فهنا هنقول she runs. يبقى تاني انا هنا قلت she runs، ما قلتش she run، لا انا لازم ازود الاس لان دي هنا عندي she. طب لو شلت she وحطيت احمد، هو احمد ده مش سنجولر؟ هو شخص واحد، حلو قوي. طالما شخص واحد هحط اس للفيرب، هحط اس للفيرب نفسه. يبقى احمد مثلا play، لا مش تبقى play، احمد plays. يبقى انا كده عندي حطيت السبجكت وحطيت الفيرب. طبعا هنتكلم بعد كده امتى نحط اس واي اس واي اس، بس نخرج من الحته دي. يبقى تاني انا كده حطيت احمد والفيرب، يبقى احمد plays، احمد studies، مثلا شاهد stops. يبقى انا هنا بحط اس دايما او اي اس او اي اس للفيرب نفسه لو معاه اي حاجه تدل ان السبجكت سنجولر، شخص واحد بس. اتمنى الحته دي تكون اتفهمت، وهنرد على الكويستشنز في الاخر لما نخلص. طيب نيجي بقى لبوينت مهمه لازم تتقال في وسط الشرح واحنا ماشيين مع بعض. انا لو جيت قلت احمد and اميره، هو المفروض ان احمد واميره دول كده اتنين. نركز في الحته دي عشان مهمه جدا. انا بتكلم هنا ان السبجكت لازم بيكون هو الاولاني، حتى ممكن يكون جمع، ممكن يكون جمع. من شويه لما بقول لكم وي قلت لكم ممكن اكون I and my brother، يعني انا هقول هنا I and my brother وماي brother. طب احنا كده الاثنين نعتبر جمع، ما احنا اثنين. فهنا لو انا بالنسبه لي ان سهل عليا اعوض بالبروناون، ممكن اقول ان احمد واميره انا بتكلم عليهم هم، فهقول عليهم they، بس اهم حاجه ان هم اتنين. طيب I and my brother برضو احنا اتنين، فهنا اتنين وهنا اتنين معناهم ان كلهم plural اللي احنا قلنا عليها singular وplural. طيب نيجي هنا تاني، هنا بقى في الحاله دي هحط اس؟ لا، هقول احمد and اميره مثلا sleep. طب I and my brother مثلا هقول eat. ايه ده مش هينفع اقول eats؟ لا مش هينفع احط اس. ليه؟ لان انا قلت ان بحط الاس مع هي وشي وات واي حاجه سنجولر بس، بحطها مع اي حاجه سنجولر، احمد، عمر، منى، اميره، اسراء، اي حاجه بتكون شخص واحد فقط بحط معاها الاس والاي اس والاي اس. طب اي حاجه تانية لو حاجه بلورال، لا هعملها معامله البلورال عادي جدا، وهحط بعديها الفيرب زي ما هو من غير اي اضافات. play هينزل play، run هتنزل run. فعشان ما نتلخبطش هنعمل حاجه بسيطه كده على جنب، هنقول دايما ان السنجولر، طبعا ده بالنسبه للسبجكت، دايما السنجولر بحط معاه اس او اي اس. طبعا ده للفيرب، ناكد اكتر كلامنا للمين فيرب عشان الناس ما تتلخبطش. للمين فيرب هزود له اس اي اس او اي اس. طيب لو اي حاجه اي والبلورال، ليه قلنا اي؟ هقول لكم معلومه صغيره قوي واتمنى تاخدوا بالكم منها. دايما اي لما باجي اتكلم عنه بستخدمه في حاله واحده، بستخدمه في معامله الجمع. يعني ايه؟ هم بره بيعاملوا اي ان هو بيتعامل معامله الجمع او بيتعامل معامله الكتير. حد يجي يقول لي ازاي؟ احنا عندنا في مصر نفس الكلام، لما بنيجي نتكلم عن نفسنا بنحب نعظم او نفخم نفسنا قوي. حتى لما شخص بيجي يتكلم عن نفسه بيقول احنا مين؟ هو شخص واحد؟ لا بيقول احنا. وسط كلامنا واحنا بنهزر دايما بنقول ده انا، فهو انا دي بيعظم نفسه قوي. فنفس الكلام عندهم بره، هم بره بيتعاملوا بنفس الطريقه او بره بيتكلموا بنفس الاسلوب، ان اي دايما بتعامل معامله الجمع، بتعامل معامله الكتير. معنى كده ان اي هحطها من ضمن الجروب بتاع اي يو وي ذي، لان كلهم بعملهم معامله البلورال. يبقى اي يو وي they بحط الفيرب في الانفينيتيف. يعني ايه كلمة انفينيتيف؟ يعني الفيرب زي ما هو، يعني play هينزل play، run هينزل run، مش هحط له اي اضافات. اتمنى تكون البوينت دي وصلت عند كل الناس. نيجي بقى نعمل sentences عن المين verb عشان نخش على الجزئية اللي بعدها. انا دلوقتي جيت قلت I وعايزة احط from
ولا runs ولا running؟ المفروض ان انا عندي I ومعايا run runs running، هحط ايه فيهم؟ هنستبعد كذا حاجه. مبدئيا احنا هنستبعد الاخيره لان احنا ما خدناش ان دايما السبجكت بيجي بعديه حاجه بلس ING خالص، دي ما خدناهاش، فهي مش running. طيب هنستبعد مين تاني؟ runs، لان احنا قلنا ان I بتعامل معامله البلورال، بعملها معامله الكتير، فمعنى كده مش هاخد اس في الفيرب. نركز في نقطه ان انا بحط اس للفيرب مش للناون، في فرق ما بينهم. انا بحط اس للفيرب ليه؟ انا عندي نوعين من الحاجات، عندي فيرب وناون اللي هو اسم وفعل. احنا اصلا ما ينفعش نجمع الفعل، مفيش فعل بيتجمع في الانجليش، مفيش حاجه اسمها ان انا بجمع الفعل. اما بحط له اس ليه؟ عشان ابين ان في حاجه واحده في الجمله دي بتميز لي هي وشي وات بس، يبقى انا بحط اس للفيرب عشان تميز لي ده ان احنا بنتكلم في فتره البريزنت سمبل او الفتره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. يبقى انا بحط له اس ليه؟ عشان اميزه مش اكتر، يبقى انا بحط اس للفيرب عشان اميزه. طب بحط اس للناون ليه؟ عشان قلت لكم من شويه ان انا ممكن اجمع الناونز. يعني انا عندي pen هتبقى pens، chair هتبقى chairs، يبقى انا كده بحط الاس للناون عشان اجمعها. طب بحط اس للفيرب امتى؟ في حاله واحده، لما بيكون في شخص واحد في السنتنس سواء هي او شي او ات. يبقى انا هنا هستخدم هتبقى run بس. طيب نيجي نكمل. لو جيت قلت مريم and مثلا احمد، المفروض ان دول شخصين، يعني المفروض ان دول اتنين. انا بقى لما اجي اعمل اي سنتنس لازم اركز في الحاجات دي. انا دلوقتي بتكلم عن اتنين في السن او اتنين في السنتنس، او عندي اتنين او شخصين في نفس الجمله، والشخصين مع بعض معنى كده ان الاتنين على بعض هم السبجكت. الاتنين على بعض هم السبجكت. انا بدل ما اقول عليهم they، لا انا بقول احمد ومريم. طيب انا مش عايزه استخدم مثلا احمد ومريم، فخلاص استخدم they. لما تفتكروا من شويه قلت ان they بستخدمها توفيرا للوقت وان انا اقعد اتكلم كتير، فهو بيختصر عليا قصه الكلام. يبقى مريم and احمد بستخدم معاهم they. فهنا هقول مريم and احمد هتبقى play ولا plays؟ تبقى play ولا plays؟ دايما واحنا بنحل بنستبعد. يعني ايه بنستبعد؟ لو قدامنا 100 اختيار، الكلام ده للطلبه اللي في المدارس او في الجامعات، لان هم احيانا بيعتمدوا اكتر على الجرامر رولز، بيركزوا على الجرامر رولز فين بالظبط. فعندي في البوينت دي احنا هنا بنأكد اكتر على امتى احط اس وامتى ما احطش اس. انا قلت ان الاس بنحطها في حاله واحده لو كان السبجكت حاجه واحده او شخص واحد. طب امتى بشيل الاس خالص وبنزل الفيرب زي ما هو؟ بحطها لما بيكون معايا بلورال، وانا قلت ان الاي يي وي ذي دايما بستخدم معاهم الفيرب without any additions او من غير اي اضافات. play هتبقى play. عندي هنا مريم واحمد دول الاثنين، معنى كده ان هم جمع، مش هستخدم معاهم طبعا الاس، فانا هنا هشيل plays، هتبقى الاجابه plays. طيب ده كده بالنسبه للمين فيرب، اتمنى يكون اتفهم. قلنا ان المين فيرب بستخدمه بيكون حاجه واحده بس في السنتنس، ومعنى الجمله بتاعه واضح، مجرد ما حطيت الفيرب لوحده انا فهمت الباقي منه. يعني انا قلت play خلاص فهمت السنتنس، عرفت انت بتعمل ايه. study عرفت انت بتعمل ايه، مش محتاجه ان انا احط objects، انا كده فهمت المعنى كامل. لكن ليه بقول عليهم helping verb؟ بقول عليهم helping verb لان انا محتاجه حاجه تاني تكمل معناها. لما جيت قلت I have وسكت، I have يعني I have انا هستخدم معاها ايه؟ بستخدم I have عشان احط حاجه تاني بعديها اثبت انا معايا ايه، لكن انا هنا ما قلتش، معنى كده ان لازم حاجه ثالثه تيجي وراه. يبقى حد يسالني سؤال، هو الاوبجكت مهم؟ الاوبجكت مهم في حالات وحالات لا. في بعض الافعال الاوبجكت مش مهم معاها زي play، يعني I play مش محتاجه اكمل بقيه المعنى عشان تفهم. طيب بالنسبه للهيلبنج فيرب لا، الاوبجكت مهم. لما اجي اقول he is ايه؟ he is a boy، he is clever اللي احنا هناخدهم دلوقتي. قبل ما نخرج من حته المين فيرب عايزين نعمله نيجاتيف. يعني ايه نعمله نيجاتيف؟ دلوقتي انا اديت السنتنس كامله، يعني عملتها البوزيتيف او الايجابي بتاعها، انا عايزه عملت الاثبات، عايزه اعمل النفي او النيجاتيف. هعمل النفي ازاي؟ ازاي اقدر انفي جمله؟ نكتب الحته دي لان هي مهمه، الجمله دي مهمه جدا للناس اللي معاها ورقه وقلم. اتمنى رايت داون الجمله دي لان هي حلوه قوي وهتسهل عليك كتير. دايما بعمل نيجاتيف في البريزنت سمبل او في الفتره اللي احنا عايشين فيها، او في الجمله اللي بتكلم عنها بعمل نيجاتيف بدونت ودازنت. تاني لما اجي انفي او اعمل نيجاتيف المين فيرب اللي هو play run study اي حاجه من دول، بعملهم نيجاتيف بايه؟ بعملهم نيجاتيف بالمين فيرب دونت او doesn't. يبقى انا هعمل دونت ودازنت دول استخدمهم امتى؟ مع المين فيرب فقط.
مع المين فيرب. يبقى انا لما اجي اعمل المين فيرب نيجاتيف، عايزه اعمله نيجاتيف، هعمله نيجاتيف بايه؟ قال لي هعمله نيجاتيف ب don't او doesn't. don't او doesn't، يبقى انا هعمل نيجاتيف ب don't او doesn't. ده الفرق ما بينهم. طيب انا دلوقتي عندي مثلا هقول I و you نفس الفكره، we they، دول دايما هستخدم معاهم don't. دول دايما هستخدم معاهم دول. اللي ميزها اللي هي من غير اس. اللي ميزها دايما ان لو بتلخبط من الاس والاي اس والحاجات دي، اللي ميزها اللي من غير اس بتبقى للجمع. I you we they دي كده plural بستخدم معاها don't. طيب لو عندي هي she and it واي حاجه طبعا تقابلهم او اي حاجه توازيهم زي احمد عمر، قلنا الكلام ده كتير قبل كده. طيب دول هنا هستخدم معاهم doesn't. يبقى عندي don't وعندي doesn't. يبقى انا بستخدم don't و doesn't ليه؟ عشان اعمل السنتنس نفي او انفي الجمله. انا بنفي هنا المين فيرب خالص. وقلت اعرف المين فيرب منين؟ ان انا اشيله من مكانه. هل هينفع يتشال؟ لا، معنى الجمله مش هيكمل. قلنا ان المين فيرب عباره عن اكشن فيربس او حاجات انا بكررها كتير او بعملها كتير. play run walk sleep eat drink. نيجي بقى نجرب نعمل دول. لو قلت I play دي عايزه اعملها نيجاتيف. مبدئيا دايما don't و doesn't بيجوا بعد السبجكت على طول وقبل المين فيرب، يعني بيبقوا لازقين في بعض. هم بيبقوا ما بين الاي وبلاي، هي هتحط في النص ما بينهم. يعني انا هنا عندي I play football، هعمل ايه؟ هنشوف الاول مين السبجكت. السبجكت عندي I. حلو قوي، طالما السبجكت عندي I يبقى هنا هستخدم معاها don't، لان انا قلت ان don't بستخدم معاها I و I بستخدم معاها don't. فهقول هنا I don't play football. طيب لو عايزه اقول مثلا they sleep early، عندي they sleep early هستخدم معاها ايه؟ هنشوف الاول مين السبجكت. هل السبجكت هو singular ولا plural؟ لا، السبجكت عندي هنا plural كتير. طالما كتير بعمله نيجاتيف بدونت. يبقى انا هقول they وهحط don't وراها على طول. they don't sleep early. انا كده عملت السنتنس. يبقى انا عندي كده السنتنس بوزيتيف ونيجاتيف. عندي ايه كمان؟ عندي برضو حاجات تانية زيها. قال لي لو جينا استخدمناها بقى مع حاجه في اللي فيها اس، مع شي هي اي حاجه من دول. قال لي لو هستخدمها مع شي فهستخدم مثلا شي runs. لو انا عايزه اعمل دي نيجاتيف هعملها ازاي؟ قال لي مبدئيا مين هو السبجكت؟ قلت له شي. قال لي شي ده حد واحد او شخص واحد، صح؟ شخص واحد. ده هنا هستخدم معاه مين؟ قال لي بستخدم معاه doesn't. يبقى انا بستخدم شي مع doesn't. يبقى هنا هقول شي doesn't. بس هنا هقف لان في مشكله صغيره قوي. المفروض ان انا بنزل السكن زي ما هي، صح؟ يعني المفروض ان هي تبقى رمز. لا، في هنا حاجه غلط، حتى في النطق هتبقى غلط. دايما لما باجي اعمل الجمله نيجاتيف ب doesn't هشيل الاس. يعني ايه هشيل الاس؟ حطوها دايما في دماغكم. لو بنتلخبط من الحاجات دي فاربطوها ببعض. يعني ايه اربطهم في بعض؟ يعني دايما اقول ان ما ينفعش 2 اس ورا بعض في نفس الجمله. يعني انا هنا عندي doesn't فيها اس ورمز فيها اس، لا مش هينفع 2 اس في اسات كتير قوي ورا بعض. هعمل ايه؟ هشيل الاس الثانيه اللي from اللي في المين فيرب. يبقى هقول she doesn't from. طيب حاجه ثانيه، لو قلت he مثلا eats. he eats دي هعملها ازاي؟ قال لي المفروض ان انا عندي he. طيب he هعملها نيجاتيف ازاي؟ قال لي doesn't. يبقى he doesn't. والمفروض ان انا اللي قلت دايما بعد doesn't برجع الفيرب تاني زي ما كان. يبقى انا هشيل بس منه الاس. هو المفروض he doesn't eat. المفروض ان انا هشيل الاس. ليه هشيل الاس؟ لان مش هينفع 2 اس يجوا ورا بعض في نفس السنتنس، فهشيل الاس خالص. يبقى he doesn't eat. ده كده الفرق ما بين المين فيرب والهيلبنج فيرب. وقلنا ان المين فيرب خدناه as a positive والنيجاتيف. عملنا البوزيتيف بتاعه وعملنا برضو النيجاتيف بتاعه. طيب نيجي بعد كده بقى للهيلبنج فيرب. قال لي ان الهيلبنج فيرب عرفنا من معناه من شويه ان هو ما ينفعش يجي لوحده في السنتنس ولازم حاجه ثانيه تيجي وراه عشان تكمل بقيه معناه. صح الكلام ده؟ صح.
زي ايه بقى؟ قال لي هو 3 انواع الهيلبنج فيرب، 3 انواع. قال لي اول حاجه عندي verb to be، verb to do، verb to have. verb to be، verb to do، verb to have. نركز في الثلاث دول لان هم مهمين. كل واحد فيهم ليه استخدام معين وليه طريقه معينه عشان تكسبرس الحاجه اللي انا عايزه اتكلم عنها. دلوقتي انا هنا لو بستخدم verb to be مثلا هستخدمه ليه؟ ليه حاجات معينه او ليه استخدامات معينه هستخدمه بيها. نيجي للverb to do هستخدمه ليه؟ برضه ليه استخدامات معينه. verb to have نفس الكلام. نبدا باهم واحد فيهم تقريبا وهو الverb to be. من شويه انا قلت ان الverb to be او الhelping verb عموما محتاجين حاجات تانية تكمل معنى السنتنس. ما ينفعش اقول I have واسكت ولا she has واسكت، لازم تكمل بقيه معناها. الناس بتوع I am، الناس دايما اللي منحازين لكلمة I am و he is و they are، هنا بقى ده الكلام بتاعهم. ايه الكلام بتاعهم؟ ان انا بستخدم الفيرب to be ليه؟ قبل ما استخدم اي زمن واي تنس لازم اعرف الاول انا بستخدمه ليه. يعني انا ما ينفعش اجي اديك الفورم دي بتيجي معاها كذا ودي بتيجي معاها كذا من غير ما اعرف اصلا انا هستخدمه ايه. يعني ايه فيرب to be؟ ليه بندرس الفيرب to be؟ ليه بنعمل له فورم؟ وليه بناخده؟ ايه اساسياته؟ مهم في ايه في كلامنا؟ امتى لما اجي اعبر عن حاجه انا عايزه اتكلم انا هستخدم الفيرب تو بي؟ احنا عرفنا ان المين فيرب امتى؟ المين فيرب الناس اللي مركزه قلت ان هو بستخدمه في حاجه انا بعملها فيها اكشن او فيها حركه. انا بذاكر، عايزه اقول انا بذاكر، بذاكر دي فيها حركه فاقول I study، she studies. طب بالنسبه بقى للهيلبنج فيرب كل واحد فيهم ليه استخدام معين. تعالى نعرف يعني ايه. اول حاجه فيرب تو بي، قدامنا حاجات كتير حوالينا بنبقى عايزين ان احنا نوصفها وما بنعرفش نوصفها لان احنا مش بنعرف نستخدم اني واحد فيهم. دايما الفيرب تو بي هو ده الكينج بتاع الوصف. يعني ايه الكينج الوصف؟ دايما بستخدمه عشان اوصف اي حاجه حواليا، سواء اشخاص، حاجات حواليا، اي حاجه، سواء جماد، عائل، اي حاجه من دول بستخدم معاها الفيرب تو بي. انا ليه بستخدم الفيرب تو بي؟ عشان describe، to describe، ده اول استخدام ليه، دي اسمها uses. فانا لازم اعرف يبقى اول حاجه عندي اليوزز. ايه هي اليوزز بتاعته؟ قال لي اليوزز بتاعته هم 3. بستخدم دايما الفيرب تو بي مع 3 حاجات. اول حاجه لو انا بدي انفورميشن لحد. يعني ايه؟ طيب المفروض ان انا لما باجي اعرف نفسي قدام اي حد دايما اول كلمه بتطلع مني I am. طب ليه؟ لان انا بتكلم عن نفسي، انا هنا هوصف نفسي، هقول لهم انا مين، لكن مش هقول لهم انا بعمل ايه. بصوا حتى فرق المعنى بالعربي يوضح المعنى ما بين الاثنين. المين فيرب انا بقول انا حاجه انا بعملها، بوضح حاجه انا بعملها. انما الفيرب تو بي بقول انا مين، بوصف نفسي او بعبر عن نفسي او بتكلم عن نفسي عموما او عن اي شخص تاني. فكلمه انفورميشن هي المعلومات اللي انا باخدها منك او بتديها لي عنك. يبقى انا بستخدم مع الفيرب تو بي information. يعني ايه information؟ اي حاجه محتاجه اعرفها عن الشخص اللي قدامي، اي حاجه، اي معلومه جديده دايما بستخدم معاها I am is or. am is or بستخدمهم دايما في الحاله دي. طيب ده كده بالنسبه لاول واحده بستخدم معاها الانفورميشن. يبقى لما اجي اتكلم عن نفسي او عن اي حد تاني بستخدم ايه معاها تاني؟ قال لي الايج، والنقطه دي مهمه قوي. في معظم الناس دايما بتحب تترجم ترجمه حرفيه زي جوجل بالظبط. هي تقريبا ما بتعرفش. نحاول ان احنا نمانج دايما ما بين السلانج والفصحى. يعني احنا عندنا لهجتين بنتكلم بيهم، عندنا الفصحى وعندنا العاميه. العاميه الدارجه اللي احنا بنستخدمها دايما زي ما انا بتكلم معاكم دلوقتي. انا مش بستخدم كلام نحوي او بيبقى مظبوط زي نقطه الحروف بالظبط زي ما بيقولوا. دي حاجه ودي حاجه. اللغه اللي احنا بندرسها دي حاجه، واللغه اللي هم بيتكلموا بيها في الشوارع دي حاجه ثانيه. فلازم نفرق ما بين الاثنين. دلوقتي انا عندي جملتين هقولهم لك. دلوقتي لو قلت I am مثلا 30 years old، وجيت تحتيها قلت I have برضو 30 years old. ايه الفرق ما بين الجملتين؟ لو حد بيموت في الترجمه هيترجم لي الاثنين هيقول لي الاثنين بنفس المعنى. بس عايزين نوضح حاجه. دايما المتعارف عليه دلوقتي او حاليا في مصر او بره مصر في الشغل بالذات بيركزوا جدا على حته الجرامر رولز والمعنى اللي فيهم. يعني انا في اي جرامر رولز او اي عايزه اروح اعمل انترفيو في اي مكان في الدنيا، اول حاجه بيعمل لك تيست اصلا عن الجرامر بس. يعني هو بيسيب نص ساعه بيتكلم فيها عنك وعن نفسك وعن عيلتك وعن كل حاجه انت عايز توصفها له. بتستخدم معاهم verb to be by the way.
طيب انا لو عايز بعمل تيست هتلاقي كل حاجه ليها علاقه بالجرامر رولز. ليه؟ لان هي مستخدمينها اكتر في الشغل. الحته دي بقى ليها علاقه بالجرامر رولز. يعني ايه ايج؟ انا عايزه اتكلم عن عمري، عايزه اتكلم عن سني. دلوقتي واحد بيسالني بيقول لي هاو اولد ار يو، هقول له ايه؟ هقول له اي ام ولا اي هاف؟ هنا بقى نيجي للنقطه دي، ايه الصح ومين الادق؟ الصح طبعا الاولانيه اي ام. ليه؟ اسالكوا سؤال، هو العمر حاجه في ايدي؟ هل انا ممكن استخدم العمر او اتمكن منه؟ طبيعي لا. انا مش بستخدمه او انا مش هتصرف فيه، العمر ده حاجه بتاعت ربنا، فانا ما اقدرش العب في عمري ابدا. فالقصه كلها هنا في البوينت دي، ان كلمه هاف معناها انا بمتلك حاجه، الحاجه دي بتكون بتاعتي او معايا، حاجه ماديه مش حاجه ملموسه، حاجه مش حاجه معنويه، هي حاجه في ايدي انا بعرف اتصرف فيها. زي I have a phone, I have a laptop, I have a marker, I have a pen, I have a car. كل الحاجات دي معايا اقدر ان انا اتصرف فيها براحتي، انما العمر ما اقدرش اتصرف فيه. من الاخر اي حاجه مش في ايدينا في ايد ربنا بستخدم معاها اي ام. عشان كده العمر دايما لازم استخدم معاه ام واز وار، مش هينفع استخدم معاه هاف. احنا بنقول في العربي انا عندي، بس كلمه انا عندي لوحدها اصلا لو جيت ترجمتها هتلاقي ان انت بتمتلك الحاجه دي. كلمه انا عندي معناها ان انا بمتلكها، اي هاف ات. فده الفرق ما بين كلمه هاف وكلمه ام. فطبعا الاولانيه هي الصح، الثانيه هي اللي غلط. طب في ناس بتسمع في الافلام اي هاف، هي صح، نفس الكلام عندنا. احنا في النحويا هنستخدم الجمله الصح، لكن في الكلام العادي طالما اللي قدامي فاهمني عادي ما عنديش مشكله ان انا استخدمها. يبقى نوضح الجمله دي تاني عشان لو حد سمعها في الموفيز اي هاف، لو استخدموا اي هاف هم بيعتمدوا ان اللي قدامهم فاهمهم، زي ما احنا بنعتمد ان انا فاهماكم او انتوا فاهميني. بتكلم معاكم بالعاميه، مش محتاج ان انا اتكلم باللغه الفصحى. فنفس الكلام عندهم، هم هنا لما بيقولوا اي ام يبقى الموضوع اكاديمي ورسمي جدا. طب اي هاف لا، ما بينهم وبين بعض. بس مين الصح ومين الادق ومين اللي لازم نستخدمه دايما؟ هو I am 30 years old. يبقى اول حاجه بستخدم في الفيرب to be information لما اجي ادي information عني او عن اي حد تاني حواليا، وبستخدم معاها الايدج. وكلمه الايدج هنا مقصود بيها اي حاجه بتكلم بيها عن سني او عمري لازم استخدم معاها am و is و are. ما ننساش النقطه دي لان هي مهمه جدا. ايه تالت استخدام عندي واهم واحد فيهم واللي اصلا بنستخدمه هو to describe people and things. To describe people and things يعني ايه بقى؟ انا دايما لما بستخدم to describe people and things بوصف اي حاجه حواليا وبوصف نفس الحاجات وبوصف نفسي، بوصف الاشخاص. عايزه اوصفه اقول ان الشخص ده مثلا شاطر، هو انا هنا بقول ان هو بيعمل حاجه؟ لا، يبقى مش هستخدم المين فيرب، مش هستخدم play وستازي وران، لا انا بقول ان هو شاطر. انا هنا بوصفه. نركز في معنى الجمل، حتى معنى الجمل بتطلع مننا بيكون ليها معنى محدد، ملهاش معنيين. الكلام اللي بيطلع مش محتمل معنيين، في كلام صريح وواضح. لما اجي انا بوصف الشخص اللي قدامي انا بوصفه يعني هتكلم عنه، مش هقول هو بيعمل ايه. نفس الكلام الفرق ما بين المين فيرب والهيلبنج فيرب. المين فيرب حاجه انا بعملها او غيري بيعملها، انما الهيلبنج لا، الهيلبنج لازم اكون بوصف حد قدامي، بتكلم عنه بوصفه مش بقول ان هو بيعمل ايه. يبقى عشان اوصف الحاجات اللي حواليا او الاشخاص. طيب ده كده بالنسبه نيجي تاني حاجه نتكلم عن الفور. ايه بقى هي الفور؟ مين بيجي مع مين؟ ايه بيجي مع ايه؟ زي ما خدنا فوق ان اي بيجي معاها دونت لما يجي اعملها نيجاتيف، ونفس الكلام هنا برضه. ايه هي الفورم بتاعته؟ قال لي دايما الفورم بتاعت الفيرب تو بي بتكون كالاتي، دايما معايا اي هتبقى معاها am. طيب هي شي نفس الثلاثه اللي مع بعض اللي دايما مرتبطين ببعض واللي دايما متميزين بحرف الاس هيجي معاهم as. بعد كده عندي you we they دول هستخدم معاهم or. يبقى تاني الفورم بتاعتي ايه؟ اكون السنتنس ازاي؟ طبعا هنا مالناش دعوه بقى بالمين فيرب، انا هنا بتكلم عن وصف حاجه خلاص بروح للهيلبنج فيرب. مين اللي بيوصف في الهيلبنج فيرب؟ الفيرب تو بي، يبقى هنا هستخدم am او is او are. انا بوصف Egypt مثلا اقول يبقى Egypt is. مثلا هوصف احمد اقول احمد as. هوصف الفون بتاعي my phone as. هتكلم عنهم بنفس الطريقه. هتكلم عن نفسي هقول I am مريم. my name is مريم. يبقى انا هنا بستخدم الفيرب تو بي عشان اتكلم عن وصف حاجات. انا كررت الجمله دي 100 مره لان هي مهمه جدا 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 جدا، ودي خلاص بقى اللي هتفصل لنا ما بين المين فيرب والهيلبنج فيرب. انا كده عارف ده بستخدمه ليه وده بستخدمه ليه. دي الفورم بتاعتي، يبقى دايما بستخدم اي معاها ام، هي شي ات معاها
as you we they هستخدم معاهم or. وطبعا لما اكتب pronouns انا بكتبها توفيرا للكتابه الكتير او الوقت. يعني مثلا انا ممكن اقول احمد وعمر are. ايوه صح، ما انا كده قلت كاني بقول they. اقول I am my sister انا كده، او I am my friend برضه قلت we. فانا بستخدمهم بنفس الطريقه، هشيل شي احط اميره، هشيل احط اسم animal او اسم اي حاجه ثانيه. طيب انا كده عرفت بستخدمهم ليه، وعرفت ايه اللي بيجي معاهم. انت من شويه قلتي ان دول لازم يجي بعديهم حاجه، انا مش هينفع اسيبهم كده، مش هينفع اقول I am واسكت، ولا he is واسكت، ولا she is واسكت، ولا they are واسكت، لازم حاجه ثانيه تيجي وراهم. ايه هي الحاجه اللي هتيجي وراهم؟ اللي بيجي وراه حاجات كتير جدا، بيجي وراه حاجات كتير جدا، بس احنا حابين ان احنا نركز على حاجات معينه. طيب ايه الحاجات اللي بتيجي وراه؟ اللي بيجي ورا الفيرب تو بي، يعني انا هقول I am واحط حاجه بعديها. ايه الحاجه بقى اللي تتحط بعديها؟ اللي بيجي يا اما name، يا اما noun، يا اما adjective، وهنوصف يعني ايه دلوقتي او هنتكلم يعني ايه، و adjective plus noun. يبقى انا هنا بستخدم الاثنين مع بعض. يعني ايه؟ تعالوا نشوف واحده واحده. هنعمل بقى في كل واحده هدي سنتنس عشان نقدر ان احنا نربطهم ببعض. تعالوا بس نشوف معانيهم الاول. انا اول حاجه قلت عندي نيم، ده اللي بيجي بعد الفيرب تو بي. اتمنى نركز. طبعا النيمز هي الحاجات اللي موجوده فوق. احنا خدنا طبعا ايه هي النيمز وايه هي الناونز وشرحناهم فوق بالتفصيل. هم نفس الكلام هنا ما اتغيروش، بس الفرق ان هم هنا هيجوا في الاوبجكت. تعالوا مثلا ندي سنتنس. لو جيت استخدمت اول واحده اللي هي النيم اللي هم ايه؟ people countries famous places. ماشي، انا عايزه مثلا اتكلم عنه هو، هقول هي، وهي بيجي معاها am ولا is ولا are؟ لا، بيجي معاها as. يبقى مثلا he is ايه؟ عايزه استخدم name يبقى احط اسمه، مثلا اسامه، يبقى he is اسامه. انا كده قلت الاسم بتاعه او النيم بتاعه. يبقى دي اول استخدام. مثلا she is مريم، she is اميره، he is مصطفى. اي نيم تاني هستخدمه. يبقى انا عندي نيمز كتير ممكن ان انا استخدمها وانا بتكلم. طيب ده كده بالنسبه لاول حاجه. يبقى اول استخدام بستخدمه مع الفيرب تو بي هو النيم. تاني حاجه هستخدمها الناون. ناون زي ايه؟ الناونز اللي احنا لسه قايلينها فوق. اي حاجه او اي كلمه في منها كتير. يعني مثلا عندي كلمه بوي. هي كلمه بوي في منها كتير؟ في منها كتير. ممكن اقول بويز. طيب لما اجي اقول جيرل، هي جيرل في منها كتير؟ انا عندي جيرل 1 جيرل 3 جيرلز. ممكن اجمعها، ينفع. يبقى دي كده ناون. يبقى الناونز هي اي حاجه ممكن ان انا اجمعها. الناس اللي دخلت متاخر اللايف، او الناس دخلت متاخر السيشن عموما على زوم، السيشن كده كده مسجله نقدر ان احنا نتفرج عليها بعدين. طيب نيجي بعد كده نكمل. انا دلوقتي عايزه استخدم ناون. هستخدم ناون ازاي؟ قال لي لازم احط ثالث، هو رقم 3 او ثالث حاجه هتيجي في السنتنس نفسها لما اجي استخدم الفيرب تو بي. انا جيت هنا وقلت مثلا she as. انا عايزه اوصفها، عايزه اقول ان هي بنوته. انا كده عندي she is ايه بقى؟ a girl. يبقى انا هنا حطيت. بس انا في عندي حاجه، لاحظت حاجه دلوقتي. ايه الحاجه اللي لاحظناها؟ في هنا زياده في الكلمه طبعا احيانا ربنا الفتره الجايه باذن الله لو النهارده السيشن ما كفتش هنبدا ان احنا نشرح والان والذا بالتفصيل الممل، وامتى نستخدم دي ونستخدم دي ونستخدم دي. ناخد بس المين بوينتس الاساسيه وبعدين هنبدا نشرح الحاجات دي باذن الله. ليه هنا حطيت كبدايه سريعه؟ دايما والان والذا الثلاثه دول بسميهم articles. يعني ايه articles؟ دايما عندنا في العربي بيقول لك علشان اميز الحاجه لازم اديها اداه تعريف بعرفها. يعني انا دلوقتي قدامي قطتين، انا قلت القطه والقطه. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان القطه انا بتكلم عن اي قطه عموما، طب القطه لا انا حددتها. ده الفرق ما بين والان والذا. والان بستخدمهم مع حاجه واحده وبتكلم عن اي بنت عموما، مش قصدي بنت معينه. يعني لو قلت a girl هنا بتكلم عن اي بنت عموما. طب قلت the girl لا هنا قصدت بيها واحده معينه او بنوته معينه. نفس الكلام a cat the cat بستخدمها ازاي؟ a cat انا هنا قصدي على اي كات في الشارع عموما، اي واحده. لكن لو قلت the cat انا قصدي على قطه معينه. ده الفرق ما بين وان وذا، وهنستخدمهم بالتفصيل زي ما قلت لكم بعدين. بس لازم اعرف ان دايما الناونز نكتب النقطه دي لان هي مهمه. اي نقطه بقول ان هي مهمه لازم تتكتب لان هي بتفصلنا عن حاجات ثانيه كتير. دايما والان والذا بيجوا قبل الناونز بس. دايما والان والذا بيجوا قبل الناونز بس. يبقى تاني اهو ان
ده دايما مرتبطين بيجوا قبل الناونز. ناخد بالنا ان انا قلت الناونز ما قلتش النيمز. النيمز قلت ان هي حاجه واحده مش محتاجه ان انا اجيب قبلها اداه تعريف عشان تعرفها، ما هي معرفه. لما اقول ايجيبت انتوا كلكم عرفتوا مين ايجيبت، ليه لازم اقول ذا ايجيبت ولا ان ايجيبت؟ انتوا طالما عرفتوها مش محتاجه ان انا احط اي ادوات تعريف قبلها. لكن الاول انوال ده بيجوا لي قبل الحاجات اللي فيها حاجات كتير عشان اقدر ان انا احددهم او اتكلم عنهم. يبقى انا هنا قلت she is a girl، يبقى انا هنا استخدمتها. طيب عايزه اعمل sentence غيرها، هقول مثلا عايزه اقول ان هو teacher، وانا قلت ان من ضمن الناونز عندي الجوبس والانيمالز والثينجز، فانا هنا استخدمت الجوب وظيفته ايه. هقول مثلا he is teacher. هي teacher بس؟ لا مش ده ناون، انا هنا حددته هو نيم ولا ناون؟ لا هو ناون. يبقى قبل الناون لازم احط حاجه من ثلاثه، يا اما يا اما يا اما ذا. بحكم ان اول حرف هنا consonant او الصوت بتاعه ت، ده كده consonant. خدنا طبعا الكونسونانتس والفاولز in the last session، فانا كده عرفت انا بتكلم عن ايه بالظبط. فهنا احط يبقى he is a teacher. يبقى انا بستخدم معاها النيم والناون، بيجي بعد الverb to be name او بيجي معاها noun. بيجي معاها ايه تاني؟ قال بيجي معاها adjective. هنطلع فوق بس عشان نوضح يعني ايه كلمة adjective. كلمة adjective انا قلت لكم ان احنا بنستخدم الverb to be اصلا عشان اوصف اي حاجة حواليا عموما. بستخدم الverb to be عشان اوصف اي حاجة حواليا في الدنيا كلها. بستخدمه ليه؟ عشان اتكلم عن وصف حاجة. طيب دلوقتي انا عايزه اوصف، هستخدم ايه عشان اوصف؟ قال لي هستخدم الادجكتيفز. يبقى هي الادجكتيفز هي الكلمات اللي بستخدمها عشان اوصف بيها اي حاجه في الدنيا. انا بذكر صفه في شخص معين هنا بستخدمه او بوصفه، فهقول عليه مثلا he is clever، ده هو شاطر. مثلا اقول عليها she is beautiful، she is pretty. فانا هنا بستخدم معاهم adjectives. الادجكتيفز معناها الكلمات اللي بستخدمها عشان اوصف بيها اي حاجه حواليا. طيب نيجي بقى نشوف الادجكتيفز. الادجكتيفز عباره عن ايه؟ ندي بس شويه اكزامبلز جنبها عشان نقدر ان احنا نمانجمنت الكلام ده. clever، عندي مثلا handsome، وعندي كلمه beautiful. دي examples عشان نقدر نعمل عليها sentence. طيب نيجي بس نشوف الثلاثه دول. قلنا ان كلمه clever معناها ان الشخص ده حد ماهر جدا او شاطر في الحاجه اللي بيعملها، متفوق. طب نيجي لكلمه handsome و beautiful، الاثنين واحد. الاثنين اللي بيتكلموا عن وسامه الشخص، بس في حاجه، الهانسم دايما بتيجي مع البويز. لو اول مره نسمع الكلمه دي، هانسم بتيجي دايما مع البويز او المن. طب كلمه beautiful بتيجي مع الجيرلز. يبقى تاني كلمه handsome بتيجي مع البويز او المن، انما كلمه beautiful او pretty بتيجي مع الجيرلز او الطبيعه او اي حاجه حوالينا عايزه اوصفها، بستخدم معاها beautiful. طيب دول كده adjectives. يبقى هستخدم الجمله ازاي؟ لو جيت قلت مثلا عايزه اتكلم عن الكات، والكات انا شايفاها ان هي كيوت قوي. كلمه كيوت طبعا معناها beautiful، حاجه شكلها لطيف او حاجه الشكل بتاعها جميل قوي او مقبوله. فهقول على الكات ان هي مثلا كيوت. دي هتكلم عنها ازاي؟ هقول مثلا، طبعا قلنا ان كلمه كات بعوض عنها بات، فهنا هقول ات، وات بيجي معاها ام ولا از ولا ار؟ قلنا ان دايما هي وشي وات بيجي معاها از، تبقى ات از. ات از ايه بقى؟ هكمل ات از beautiful. او لو انا قصدي على كات معينه هقول the cat is cute. بس لاحظنا حاجه، احنا من شويه قلنا it is a cat او it is a boy، it is a girl. ليه هنا استخدمنا وهنا ما استخدمناش يبقى نركز في النقطه دي. ما ينفعش احط قبل الادجكتيف او ان هي تيجي تبع الادجكتيف. يعني ايه؟ دايما مرتبطه بالناونز. دايما والان والذا مرتبطين بالناونز. نركز في البوينت دي لان هي مهمه. والان والذا مرتبطين بالناونز بس مش باي حاجه ثانيه. يعني هنا مش هجيبهم، مش هقول it is a beautiful، لا، ولا the cat is a cute. مش هينفع احط مع الادجكتيفز وان وذا. انا احل المشكله دي ازاي؟ ان انا لازم اكون عارف الكلمات اللي تدل على الناونز، الكلمات اللي بتدل على الفيربس هي الكلمات اللي بتتكلم عن الادجكتيفز. طيب نرجع نكمل. يبقى هنا قلت it is beautiful او the cat is cute. فاوصفهم ازاي؟ انا كده وصفتهم بس مش محتاجه ان انا احط قبليها. وهنا لو خدت بالكم استخدمت مره واستخدمت مره ذا كات، يبقى انا ممكن اشيل ذا كات واستخدم مكانها ممكن اشيل واستخدم مكانها ذا كات. طيب
هل انا ممكن استخدم adjective ونوع مع بعض؟ دلوقتي انا مثلا ماشيه في الشارع وعايزه اوصف البنوته دي ان هي حلوه قوي. انا عايزه احط كلمه البنوته وان هي حلوه قوي مع بعض، اعملها ازاي؟ طبعا احنا خدنا الكلمتين، قلنا ان كلمه girl وكلمه beautiful، اعملها ازاي السنتنس؟ قال لي كالاتي. هقول she، وشي بيجي معاها as. she is ايه؟ مين اللي هيجي الاول، الادجكتيف ولا الناون؟ احنا اتعودنا في العربي ان الاسم بيجي الاول وبعدين الصفه، لا، في الانجليش العكس. دايما الادجكتيف او الكلمه اللي انا هوصف بيها الشخص اللي بتيجي الاول وبعدين احط الناون. يبقى ده الديفرنس بين ده. يبقى اول حاجه هحط she as. she is ايه؟ she is a beautiful girl. she is a beautiful girl. she is a beautiful girl. يبقى انا هنا حطيت كلمه beautiful girl مع بعض. اذا كلمه beautiful دي الادجكتيف وكلمه girl اللي هي الناون، يبقى انا لازم احددهم. مثلا عندي لو هتكلم عنه هقول he is a handsome، لان انا بحط الادجكتيف الاول وبعدين boy مثلا او man، يبقى he is a handsome boy او man. هستخدم they are. عايزه اتكلم عن مثلا الستودنتس بتوعي ان هم clever، هقول they are clever students. يبقى انا هنا استخدمت الاول خالص اول حاجه حطيت الادجكتيف وتاني حاجه حطيت الناون. يبقى دايما الادجكتيف ممكن يجي معاها ناون. نلم بقى اللي احنا قلناه ده سريعا. انا كده كنت بتكلم عن المين فيرب والهيلبنج فيرب. خلصنا المين فيرب وقلنا ان انا لو في جمله في دماغي عايزه اعمل بيها اكشن فيربس شرحناها. طب عايزه اوصف اي حاجه حواليا هستخدم معاهم الفيرب تو بي اللي هو عباره عن ام واز وار، ودول بستخدمهم عشان اوصف بيهم اي حاجه حواليا واتكلم عن نفسي او اتكلم عن الايدج او السن بتاعي. في الحاله دي بستخدم معاهم 4 حاجات بيجوا بعديهم. طبعا حاجات كتير قوي مش 4 بس احنا بناخد اهمهم او الكومن قوي. اول حاجه بيجي بعدها نيم، وخدنا النيم عباره عن ايه، وخد بيجي بعدهم ناونز، وقلت ان الناونز لازم يجي قبليهم وان وده. بعد كده بيجي بعديهم adjective، وقلت ان الادجكتيف هي الكلمات اللي بوصف بيها الحاجات اللي حواليا زي beautiful clever handsome، ولازم نكون حافظينهم. اخر حاجه خالص بتيجي وبتكون الادجكتيف بلس ناون. يعني ايه adjective بلس ناون؟ لازم بجيب الادجكتيف الاول والناون لو انا عايزه احدد مين الشخص اللي انا بتكلم عنه. عايزه اتكلم عن البنوته دي ان هي حلوه قوي بقول عليها she is a beautiful girl. اتكلم عن الولد ده ان هو handsome هقول he is a handsome boy. نفس الفكره في نفس كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها هي بتاعت تاني كلها عباره عن describing، وان انا بوصف الحاجات اللي حواليا او الاشخاص. اخر بوينت هنتكلم عنها هنا واهم واحده فيهم هي النيجاتيف. احنا قلنا فوق ان انا المين فيرب دايما بعمله نيجاتيف بايه؟ قال لي بعمل المين فيرب نيجاتيف بحاجه معينه او حاجه مهمه قوي. هي ايه بقى؟ قال لي بعمله نيجاتيف بدونت ودازنت. ده بالنسبه للمين فيرب. I don't play football. She doesn't study. She doesn't sleep. He doesn't walk. They doesn't eat. They don't eat. فقلنا ان مع دايما I, you, we, they هستخدم don't. he, she, it هستخدم doesn't. طيب نيجي بقى للبوينت المهمه هنا. انا هعمل نيجاتيف ازاي الفيرب تو بي؟ دايما ام واز وار هيجي بعديهم كلمه not. am is وار هيجي بعديهم كلمه not علشان اجي اعمل السنتنس نيجاتيف. يبقى am is are هيجي بعديهم not عشان اعمل سنتنس نيجاتيف. يعني انا لو قلت I am وعايز اعملها نيجاتيف لا هقول I am not a teacher. طيب لو عايزه مثلا اتكلم عنها اقول she is not a girl. طيب لو هتكلم عنهم هم هقول they are not clever. يبقى انا عشان اعملها نيجاتيف دايما بستخدم معاها not. يبقى انا بستخدم not. كلمه not بستخدمها ليه؟ بستخدمها عشان اعمل نيجاتيف الفيرب تو بي. يبقى don't و doesn't مع المين فيرب، والفيرب تو بي بستخدم معاه not عشان اعمله نيجاتيف. ده كده بالنسبه للمين فيرب والفيرب تو بي. نيجي بقى نشوف اخر حاجتين معانا هو الفيرب تو دو والفيرب تو هاف. نيجي الاول للفيرب تو دو. الفيرب تو دو دايما لما بستخدمه بعرف ان هو حاجه انا بعملها. كلمه دو نفسها معناها حد بيعمل حاجه، والحاجه دي بتكون في العموم مش بحددها. تعالوا نكتب مثلا جملتين مهمين. لو جيت قلت I do my homework.
وجيت تحتها قلت I write my homework. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ما بينهم ممكن يكون مش واضح للبعض. احنا عارفين ان كلمه homework بيجي معاها do، بس احنا ما نعرفش ليه، وعارفين ان ممكن برضه استخدم معاها كلمه write. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ امتى بستخدم do وامتى بستخدم write؟ قال لي دايما verb to do بستخدمه عشان اتكلم عن حاجه بعملها في العموم ما حددتش، انما write هنا انا حددت حاجه معينه. لما اجي مثلا اقول لكم I write my homework، ايوه يعني انت كتبتيه، يعني هنا حددت ان انا كتبته. طب لو قلت I do my homework انا ما حددتش انا عملت فيه ايه. احيانا الهوم ورك بتاعنا بيكون يا اما اسجل ريكورد وابعته على الواتساب، يا اما اعمل فيديو واصور نفسي بيه وابعته، ده برده بيكون تاسك او هوم ورك عليا، يا اما عباره عن يكون ووردز بحطها في سنتنسز وابعته على الجروب. يبقى كل ده هو الهوم ورك. يبقى انا لما اقول اي دو ماي هوم ورك معناها ان انا عملت الثلاث حاجات دول، ان انا بعت الفيديو وبعت الريكورد على الواتساب وعملت كمان الهوم ورك الرايتنج او الريتن. طب بالنسبه بقى لدول، لكن لما اقول I write معناها ان انا كتبت بس. يبقى انا بستخدم verb to do ليه؟ عشان اتكلم عن حاجات معينه او اتكلم عن كل حاجه في العموم. زي مثلا لما اجي اقول I play sports، او خليها I play football. وهنا مثلا I do sports. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ايه الفرق ما بين كلمه I play football و I do sports؟ نفس اللي احنا بنتكلم عنه. هنا لما قال I play football حدد سبورت معينه، هو اتكلم هنا عن رياضه معينه ان هو بيلعبها. لكن لما جه تحت وقال I do sports هنا ما حددش، هنا اصلا ما جابش سيره اي رياضه عموما، هو بيقول عموما انا هنا بتكلم عن الرياضه عموما، فانا بلعب واحده منهم او اثنين منهم، لكن ما حددتش. لكن فوق لما قال I play football لا هنا حدد رياضه معينه بيلعبها. يبقى verb to do بستخدمه ليه؟ عشان اتكلم عن حاجه في العموم، حاجه بعملها في العموم مش بحددها. طيب هل هو verb to do بس؟ قال لي لا، هو do و does بستخدم الاثنين. قال لي لما بستخدم الverb to do بيجي لي مرتين، بيجي لي مره main verb ومره helping verb، بس انا هركز اكتر على المين verb. يعني ايه؟ يعني ايه بيجي لي main verb؟ يعني لازم اكون شايفه في الجمله، يعني هلاقيه قدامي I do my homework، verb to do اهو، ده كده main verb. هل ينفع اشيل هنا verb to do من مكانه؟ ينفع اقول I my homework الجمله تنفع؟ طبيعي لا، ما ينفعش اقول I my homework يعني ايه انا واجب، ويعني ايه I my homework برضه الثانيه اللي هي right لما شلتها، يبقى ده كده main verb. وقلت ان المين verb اعرفه منين؟ ان انا لو شلته من مكانه المعنى بتاع الجمله اصلا هيبوظ او هو وقع مش موجود. نيجي هنا I play football و I do sports، نفس الفكره، مش هينفع اشيل do من مكانه. قال لي هو عباره عن do does دايما مع I، برضه نفس الفكره كلها I you we they استخدم معاهم كلمه do، انما he she at هستخدم معاهم كلمه does. يبقى ده الفرق ما بينهم، وطبعا اي حاجه related بيهم. عايزه اعمل sentence، هعمل sentence في ايه؟ قال لي طبعا في words معينه بتكون ليها علاقه ب verb to do، هي ما بتجيش غير مع verb to do، زي I do my homework، I play sports او I do sports، كلمه sports كلمه chores، وهنعرف يعني ايه. انا عايزه اعمل sentence دلوقتي بقول ان انا بعمل حاجه او انا بعمل الهوم ورك بتاعي، ولكن مع شي بيجي معاها do ولا does؟ قلنا ان شي هنا بيجي معاها does، يبقى she does homework، او مثلا her homework. she does her homework. هنا لما اتكلمت عن she does her homework عرفت ان هي بتعمل الهوم ورك بتاعها. طب هنا جاب لي does اللي هو زيه زي verb to do، الاثنين واحد. هنا استخدمت she معاها does، وبرده تحت لو عايزه استخدم مثلا they هقول they do، دي بيجي معاها do يبقى they do sports. طيب في حاجه مهمه عايزه اعمله نيجاتيف، هعمله نيجاتيف ازاي؟ هعمله نيجاتيف ازاي؟ بكل بساطه هشوف هو هنا جاي ايه، جاي مين فيرب ولا هيلبنج فيرب؟ هو جاي مين فيرب، هعرف منين؟ هاجي عند does واشيله، هاجي عند does واشيله من السنتنس خالص. هل ينفع يتشال؟ ما ينفعش يتشال، مش هينفع اشيله من مكانه، مفيش حاجه اسمها she her homework. طالما ما ينفعش يتشال يبقى هو مين فيرب. انا قلت فوق اكتبوا الجمله دي عشان مهمه، ان do و does دايما او don't و doesn't بعملهم نيجاتيف بالمين فيرب،
يعني انا لو عايزه اعمل المين فيرب نيجاتيف هستخدم don't او doesn't. هنا نفس الفكره، انا بقول she does her homework، هعملها نيجاتيف ازاي؟ هقول she وشي بتعمل نيجاتيف بايه؟ don't ولا doesn't؟ بعملها نيجاتيف بايه؟ she بعملها ب doesn't. طيب نيجي بقى ل does نفسها. انا هنا does هتنزل زي ما هي، does هتنزل زي ما هي. محدش يفتكر ان انا لما حطيت doesn't اللي هي دي ملهاش علاقه بدي. انا does اللي فوق هتنزل زي ما هي عادي، انما انا جبت لها doesn't عشان تنفيها، فقلت she doesn't does. هل في جمله اسمها she doesn't does؟ هنرجع لنفس البوينت الاولانيه، قلت لكم لما بيكون في نفي او بعد doesn't مش هينفع 2 اس ورا بعض في نفس السنتنس، فهروح شايله الاي اس الاخيره، بقت she doesn't do her homework واكمل بقيه السنتنس. واحده كمان، نيجي هنا عندي they do sports، انا عايزه اعمل they do sports دي نيجاتيف، هعملها نيجاتيف ازاي؟ المفروض ان انا هنزل السنتنس زي ما هي، هقول they. طيب و they دي بتاخد don't ولا doesn't؟ لا they هنا بتاخد don't. طيب والفعل الاساسي اصلا اللي كان في الجمله اللي هو هنا do، هنا they don't هنزل do زي ما هي عادي جدا، they don't do sports. sentence كمان لو جيت قلت he does chores. كلمة chores الناس اللي سأل عنها أو أول مرة تشوفها معناها أي حاجة related بالبيت، أي أعمال منزلية بالنسبة للولد، بالنسبة للبنت، للراجل، الست، كلهم بيعملوا أعمال منزلية سواء بره البيت أو جوه البيت. أي حاجة بتتعمل أو بتتصلح ليها علاقة بالهوم بتاعنا بستخدم معاها كلمة chores. كلمة chores معناها الأعمال المنزلية بتاعتي اللي بعملها جوه البيت أو بره البيت. أهم حاجة إن هي related بالبيت نفسه، بصلح حاجة، بركب لمبة واشيلها، دي كلها بالنسبة لي chores، دي اسمها chores. he does chores دي هعملها نيجاتيف ازاي؟ زي ما قلت ان does هنا هيبقى main verb، والمين verb بجيب له يا اما don't يا اما doesn't حتى لو هم موجودين. طالما موجودين مش هينفع اشيلهم لان ده اساسي في الجمله. فهاجي هنا اقول he doesn't اللي هي الاساسيه بتاعتها اللي المفروض بعملها بيها نيجاتيف، وداز بقى اللي فوق، داز اللي فوق هنزلها عادي زي ما هي بس هشيل منها الاي اس اللي في الاخر، لان انا قلت ان مش هينفع 2 اس ورا بعض في نفس السنتنس. بقت he doesn't do chores. نيجي اللي تحت، لو جيت قلت آخر واحدة I do the laundry. I do the laundry. كلمة laundry هنا معناها الأعمال اللي خاصة بالغسيل بس، أي حاجة ليها علاقة بالغسيل، الغسيل كله من أوله لآخره، فواتح غوامق، هنغسل إيه الأول، مش عارفة إيه، وهاخده أنشره، الكلام ده كله، ده كله بستخدمه مع كلمة laundry. يعني كلمة laundry لخصت لي كل الحاجة اللي ليها علاقة بالغسيل نفسه، فكده كلمة laundry related أكتر بالوش. أوكي. نيجي هنا بقى I do the laundry دي هعملها نيجاتيف ازاي؟ قلت ان do هتنزل زي ما هي مش هيجي جنبها، انما هجيب لها don't، يعني انا هجيب لها كلمه don't عشان اعملها نيجاتيف، هتبقى I don't وهنزل do الاساسيه زي ما هي the laundry واكمل بقيه السنتنس زي ما هي. ده كده بالنسبه لverb to do. يبقى verb to do بستخدمه علشان اتكلم عن حاجات في العموم مش بخصص حاجه معينه. اخر حاجه معانا وهي verb to have. verb to have انا بستخدمه ليه؟ قال لي verb to have بستخدمه علشان اتكلم عن حاجه معايا او حاجه بتاعتي او تبعي. يعني انا مثلا لما اجي اقول I have a car، معنى كلمه have هنا ايه؟ معنى كلمه have ان العربيه دي بتاعتي او العربيه دي معايا، يبقى انا بستخدم verb to have او has عشان اعبر عن حاجه بتاعتي او حاجه تخصني، بعبر ان الحاجه دي معايا. بقت I have a car، I have a pen. طيب I have a car و I have a pen هنا هستخدمهم ليه؟ قال لي بستخدم I have a car عشان اعبر ان الحاجه معايا زي ما قلنا. طب لو عايزه اعملها نيجاتيف هعملها نيجاتيف ازاي؟ عايزه اقول ان دي مش معايا، نفس الفكره. هل هنا have ينفع ان انا اشيله من السنتنس؟ ينفع اقول I a car؟ لا مش تنفع، يبقى ده هنا main verb، وقلت طالما main verb بعمله نيجاتيف يا اما ب don't يا اما ب doesn't، وطبعا I قلنا بتاخد don't، هتبقى I don't have
occur. طيب نفس الكلام السنتنس اللي تحت لما قلت I have a pen، دي هعملها نيجاتيف ازاي؟ قال لي نفس الفكرة. I have a pen هتبقى I don't have a pen. طب بستخدم ايه مع هي وشي وات؟ قال لي مع هي وشي وات الموضوع بيختلف، بستخدم معاهم كلمة has. يبقى انا بستخدم have مع I you we they he she it، وبستخدم كلمة has مع هي وشي وات بس، يبقى have I you we they. طب has he she it واي حاجة related بيهم. زي مثلا لما اجي اقول she هتبقى have ولا has؟ قلنا هتبقى has. هتبقى she has a phone. طب عايزه اعمل she has a phone دي نيجاتيف، نركز بقى عشان نخلي بالنا من الحته دي لان هي ممكن تكون تقيله بالنسبه لبعض شويه. هنزل السنتنس زي ما هي، هتبقى she هنا بتاخد don't ولا doesn't؟ قلنا قبل كده ان هي بتاخد doesn't. نيجي بقى للي بعدها has a phone، بس هنا ستيل في حاجه غلط. ايه هي بقى؟ احنا قلنا من شويه ان اللي بعد النفي دايما بينزل من غير اي اضافات، بيرجع تاني زي ما كان. يعني انا هنا عندي هاز، ينفع انزله هاز؟ قال لي لا، ما هو اس برضه في اس، هرجعه تاني لاساسه اللي هو هاف. عشان انا قلت ان هو اسمه فيرب تو هاف. فيرب تو هاف بينقسم لحاجتين، هاف وهاز، فمين الاساسي فيهم؟ اللي هو هاف. فانا بعد النفي دايما برجع الفعل تاني للاصل بتاعه، يعني هاز هنا هتبقى هاف. طيب تاني لو جيت قلت he has a cord، اعملها نيجاتيف ازاي؟ نفس الفكره، دايما هي بعملها نيجاتيف و doesn't، هتبقى he doesn't have a cord. يب he doesn't have a cord. يبقى ده كده بالنسبه للverb to have. نلم بقى سريعا كل اللي احنا قلناه من الاول للاخر على طول كده في اقل من دقيقتين عشان نعرف احنا عملنا ايه النهارده او قلنا ايه بالظبط. نيجي الاول خالص، احنا قلنا how to make a sentence، واول حاجه بنتكلم عنها هي السنتنس بتاعتنا. السنتنس بكونها من ايه؟ اول حاجه subject verb object. subject verb object. اول حاجه بالنسبه للسبجكت، السبجكت بستخدمه ليه؟ قال لي بستخدم السبجكت عشان اتكلم عن حاجه، شخص بيعمل حاجه، هو الشخص اللي بيقوم بالفيرب او الشخص اللي بيعمل الحاجه. زي مين؟ قال لي عندي نيم وناون وبروناون. نيجي للنيم، النيم كان عباره عن 3 حاجات، والنيم والناون الفرق ما بينهم ان النيم بيكون حاجه واحده بس. طب الناون لا، الناون في منه حاجات كتير جدا. بالنسبه للنيم قال النيم عندي زي البيبل، الكونتريز، الفيموس بليسز. بيجي قبليه حاجه؟ لا، مش بيجي قبليه ولا ولا ان ولا ده. اللي بيجي قبليه وان وده هو الناونز مش النيمز. يبقى النيمز هي حاجه واحده بس موجوده منها، مش هينفع اجمعه لان هو مش بيتجمع. نيجي بعد كده للبروناونز، واخر حاجه فيهم بستخدمهم ليه؟ عشان اعوض باقي الحاجه اللي بتكلم عنها. لما اكون بتكلم عن نفسي and so on. ركزنا اكتر على حته ان هي وشي ممكن استخدمهم مع الانيمالز. قلت ممكن استخدمهم مع الانيمالز في حاله واحده لو انا مديهم اسم او هم بتوعي وانا اللي مربيهم. طيب نرجع نكمل. ده كده بالنسبه للبروناونز. تاني حاجه اتكلمنا عنها كانت ان بستخدمها مع البيبل. امتى ممكن استخدمها؟ في حاله واحده، لو كان بالنسبه لي الشخص ده مجهول. انا بس بهايلايت على الحاجات المهمه. بعد كده يو، قلنا ان يو بستخدمه مرتين، بيكون لشخص سنجلر والكلمه دي مهمه، او بلورال شخص واحد او حاجه واحده او اشخاص كتير او حاجات كتير. بعد كده عندي، نيجي هنا عندي وذي خدناهم. تاني حاجه عندي الفيرب، وهو اهم حاجه فيهم. الفيرب بستخدمه بنوعين، مين فيرب وهيلبنج فيرب. بالنسبه للمين فيرب، المين فيرب عندي اللي هو ايه؟ اي حاجه مهمه، اي حاجه انا بعملها. زي ايه مثلا؟ study play walk. طب اي حاجه فيها actions او حركه، دول بستخدمهم بعد السبجكت على طول، مش بيفصل ما بينهم حاجه. ما ينفعش اقول I am play. قلنا ان I و play، I run she plays، لازم يكونوا جنب بعض مستقيم مع بعض على طول. طب لما اجي احطهم مع هي وشي وات، قال لي مع هي وشي وات بنميزهم عن غيرهم، بنستخدم معاهم اس او اي اس او اي اي اس. طيب بعد كده خدنا الهيلبنج فيرب، وقلنا ان الهيلبنج فيرب عباره عن 3 حاجات، وبعمل المين فيرب نيجاتيف بدونت او doesn't، ما ننساش الحته دي.
بعد كده عندي الهيلبنج فيرب. الهيلبنج فيرب عباره عن ايه؟ قال لي ان الهيلبنج فيرب عباره عن 3 حاجات: verb to be، verb to do، verb to have. بستخدم الverb to be ليه؟ بستخدمه عشان اوصف اي حاجه حواليا، اتكلم عن نفسي او عن غيري، بوصف مش بقول هما بيعملوا حاجه. لو بعمل حاجه يبقى دايما verb المين verb، لكن بيتكلموا عن اي حاجه او اي وصف عموما او العمر بتاعهم او سنهم، بستخدم معاهم الverb to be اللي هو am is are، وده بنفيه بنوت، وبيجي وراه 4 حاجات: name، noun، adjective، و adjective plus noun. بعد كده اخر حاجه اتكلمنا عنها الverb to do، وقلت ان الverb to do بستخدمه علشان اعمل حاجه معينه او بتكلم عن حاجه في العموم. يعني مثلا I do sports، فهنا انا بستخدم معاها do لان انا بقول السبورتس عموما ان انا بعمل رياضه، ما حددتش حاجه معينه. انما لما اقول I play انا هنا حددت. بعد كده اخر حاجه خدناها هي الverb to have، وقلت ان الverb to have بستخدمه علشان اتكلم عن حاجه معايا او حاجه بتاعتي. فلما اجي اقول I have a pen معناها ان الحاجه دي بتاعتي او تخصني، انا معايا الحاجه دي، وبيجي معاها verb to have، يبقى انا عندي have و has. وما ننساش ان بعد النفي دايما برجع الفيرب زي ما كان، سواء does برجعه تاني do، سواء has برجعه تاني have. اسفين طبعا على المقاطعه دي، احنا عارفين ان انتوا عمايله. احنا كده تمام؟ سامعيني؟ اتمنى تكونوا سامعيني. احنا اسفين طبعا على الانتربتنج اللي حصل ده. sorry for that. اوكي. طبعا مش هطول عليكم النهارده اكتر من كده، انا عارفه ان كلكم تعبتوا، السيشن كانت تقيله قوي وكانت دسمه جدا. انا عارفه ان كان صعب ان احنا نشرحهم في حاجات منفصله ان هم شبه بعض او مرتبطين ببعض، فحابين ان احنا ندمجهم كلهم مع بعض. حقيقي انبسطت معاكم جدا وكانت سيشن جميله قوي معاكم كلكم، انتوا كلكم ناس ذوق جدا. طبعا كل الاسئله اللي سالتوها باذن الله هيترد عليها، سواء على الجروبس اللي انتوا فيها او هنجمعهم في حاجه معينه وارد عليها مره واحده. اسفه ان اخرتكم كتير النهارده، فاتمنى ان تكونوا فهمتوا واتمنى السيشن تكونوا استفدتوا بيها. كان معاكم مس مريم من فلوينت اكاديمي. السيشن هتتبعت لكم، هتترفع على اليوتيوب وهتتبعت لكم في التسجيل. بالنسبه للناس اللي حابه حاجه تمرن عليها، ده شور ان انا هبعت لكم حاجات نحل عليها الكلام ده. يعني هبعت لكم حاجات على الجروبس اللي انتوا فيها بتوضح الجمل وانتوا تحلوا عليها. يعني مثلا بيديكوا الكلمه والجمله وانتوا تدخلوها مع بعض، او يديكوا اكسرسايز كتير قوي عشان تطبقوا اللي احنا خدناه. فطبيعي جدا هنبعت لكم على الجروبس الكلام ده كله عشان تقدروا ان انتوا مانجمنت الحاجات اللي احنا خدناها دي كلها. ثانك يو فور اول. اتمنى ان اشوفكم مره ثانيه، اتمنى تكونوا كلكم استفدتوا، وباذن الله هكون معاكم قريب جدا. ندعي كلنا ان شيري الموضوع يكون عندها احسن وتخف وترجع لنا تاني بصحه وسلامه. Thank you for you guys. Bye.